السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، بناتي وبنات الطلاب في كل مكان من محبين تعلم اللغة الإنجليزية. أهلا بكم مرة تاني مع كورس تعلم اللغة الإنجليزية في المستوى الأول. في الحلقة الخامسة النهاردة إن شاء الله هنبتدي مع بعضينا في حاجة جديدة هنتعلمها النهاردة مع بعض، حاجة كده حلوة وبسيطة جدا جدا، ومش هنطول في الحلقة بتاعتنا لأن حاجة بسيطة جدا. تعال نشوف هناخد إيه بعد ما نقول يلا بينا. اهلا بكم ابناء وبنات الطلاب من جديد. ان شاء الله النهارده هناخد مع حصتنا النهارده باذن الله بتتكلم على demonstratives، يعني اسماء الاشاره. حصه سهله وبسيطه كده النهارده ان شاء الله، وسريعه وحاجات بسيطه جدا جدا. تمام، احنا شباب بنستخدم اسماء الاشاره لما مثلا نحب نحدد شيء، او بالبلدي كده نشاور على شيء معين. بيقول لي انا عندي في اللغه الانجليزيه 4 اسماء اشاره. بيقول لي اهو كده هناك 4 أسماء إشارة فقط في اللغة الإنجليزية. تمام، 4 أسماء إشارة فقط. تمام، بمعنى صح تعالى نقسمهم 2 و2، 2 للمفرد و2 للجمع، 2 للمفرد و2 للجمع. أول حاجة عندي، تمام، أول أداة اسمها بيقول لي this بمعنى هذا. this بس هذا دي بنستخدمها للقريب، يعني للشيء القريب مننا. تمام، القريب المفرد this. زي مثلا لو انا قلت كده this is a tree. this is a tree يعني هذه تكون شجرة. this is a tree. تمام، جميل جدا. ما نسيناش ان الاسم عندي هنا سبقته ايه؟ أداة النكرة بتاعته، عشان هو طبعا ايه؟ مفرد. this is a tree. this is a tree. مثلا لو انا قلت، ممكن تمشي هي برضه لو انا قلت it is a tree. تمام، هي تكون شجرة. ما عندي انا هنا حددت it طبعا لغير العاقل زي ما احنا عارفين. ممكن اقول مثلا this is my father. this is my father. this is my father. this is my father يعني هذا يكون أبي. برضو هي اللي هتساوي. مثلا ممكن أقول he is my father. هي نفس الجملة، الاتنين بيساووا بعض. this is my father هذا يكون أبي. he is my father هو يكون إيه؟ أبي. أنا بستخدم this للشيء القريب مني. this is pen. تمام، يعني هذا يكون قلم. this is chair هذا يكون كرسي. تمام، this is phone هذا يكون موبايل. تمام، ماشي. يبقى أنا بستخدم this عندي هنا للشيء المفرد القريب مني، أو اللي بيواري بمعنى أصح، سواء كان مفرد مؤنث او مفرد مذكر مش هنختلف مع بعض، اهم حاجه انه ايه؟ مفرد. الاداه الثانيه عندي اسمها ذات. بمعنى برضو بمعنى هذا، بس دي بقى للبعيد المفرد، يعني حاجه بعيده خالص عني كده. مثلا ذات از كات. تمام، هذه تكون قطه. طبعا للاستخدام الإشارة للشيء البعيد. ممكن برضو أقول هي نفسها لو أنا قلت it is a cat. تمام، it is a cat إنها قطة أو هي تكون قطة. يبقى أنا بستخدم ذات عندي تمام، للإشارة على شيء بعيد بس يكون مفرد، أنا مش جنبي. مثلا زي ما قلنا that is a cat, that is a car, that is a tree, that is my father هذا يكون أبي بس يكون مثلا بعيد عني. تمام، that is my school هذه تكون إيه؟ مدرستي. تمام، كل الحاجات دي أنا استخدمتها هنا. تمام، إن أنا أشاور على شيء معين بس مفرد، يعني في منه القريب وفي منه البعيد. هستخدم this للقريب وذات عندي للبعيد. تمام، سواء كان مفرد مذكر مفرد مؤنث عاقل غير عاقل، انا هستخدم ذات او this للاشاره للمفرد. this للبعيد، this للقريب، وذات ايه؟ للبعيد. تمام، طيب لو حبينا نكون سؤال مثلا. تمام، اهو تكوين سؤال.
تكوين سؤال مع اسماء الاشاره دي. مثلا هقول ايه؟ مثلا هستخدم دايما هتلاقي معاهم ايه؟ كلمه what. مثلا هقول what is this. what is this؟ ما هذا؟ what is this؟ this is pen. هتكون قلم. تمام. طبعا انا استخدمت this هنا للايه؟ للاشاره للقريب. ممكن اقولها برضو بطريقه ثانيه، اقول what is this للاختصار. انا اختصرت is هنا. لو انتم فاكرين ابناء العم بيه في الحلقه السابقه ان is ممكن تختصر بابوستروف اس. تمام. فاقول what is this؟ what is this او what is this؟ ما هذا؟ تمام. لما احب اجاوب مثلا بقول مثلا عندي this is واجيب اسم الشيء اللي انا بشاور عليه. this is pen، this is cat، this is shirt، this is car، this is book. تمام. هذا كتاب او عربيه او غيره. تمام. طبعا دي كلها ايه؟ في تكوين السؤال. ممكن اسال سؤال بمعنى هل. ممكن اسال سؤال بمعنى هل. طب اعمل ايه؟ فاكرين السؤال بهل ان انا اقدم الفيرب تو بي ابناء العم بي وابدا بيها السؤال بتاعي. ممكن اقول كده مثلا is، طبعا هتبقى هنا كابيتال، is this a book؟ هل هذا يكون كتاب؟ is this a book؟ is this a book يعني ده كتاب مثلا. تمام. is this a pen؟ هل هذا قلم؟ تمام. is this chair؟ هل هذا كرسي؟ لو انا هجاوب هقول yes. yes this is، واكمل جملتي yes مثلا this كذا. او ممكن اقول yes بطريقه ثانيه. ممكن مثلا استبدل this انا. تمام. واجيب مكانها it. yes it is. yes it is. او no زي ما كنا بننفي المره اللي فاتت no it isn't وليس يكون. تمام. طبعا الكلام ده لايه؟ مثلا لما يكون مع الغير عاقل. طب لو انا قلت لك مثلا is this your father؟ هل هذا ابيك؟ تمام. والدك؟ yes he is، نعم هو. او no he isn't، ليس بهو. طبعا انا استخدمت هنا it عشان خاطر انا اتكلمت على البوك اللي هو الكتاب. طبعا ده غير عاقل. لكن لو انا عاقل، لو هتكلم على شيء معاقل مثلا هرد به او شيء على حسب نوع الشخص اللي انا بتكلم عليه. طيب دي الجزئيه الخاصه بذس وذات اللي هم هذا للاشاره للشيء المفرد. طيب تعالى نشوف الاختين التانيين من اسماء الاشاره بعد ما نمسح مع بعض. دلوقتي هنتكلم مع بعض على اسم الاشاره رقم 3 عندنا وهو زيس. زيس بمعنى هؤلاء. تستخدم عندي للجمع. للجمع زيس وزيس هنا للجمع ايه؟ للجمع القريب. يعني جماعة كده جنبي او اشياء موجودة بجواري. مثلا زي مثلا لو قلت لك this is a car. في اخطاء في الجملة دي؟ في اخطاء يا مستر. طبعا يا ترى ايه هي الاخطاء؟ انت بتقول لي زيس دي للجمع، ازاي تستخدم معاها از المفرد؟ از دي للمفرد. برافو عليك. يبقى دي اول حاجه عندي ان انا عندي استخدمت ابناء العم بي المفرد. ده خطا ان انا استخدم ابناء العم بي تمام الجمع اللي هو مين؟ ار بيجي مع الجمع. these are a cars. الغلطه الثانيه يا مستر تمام ان انت قلت كارز دي جمع، ازاي تستخدم لها اداه نكره؟ برافو عليك. ما ينفعش استخدم لها اداه نكره لان اداه النكره عندي مع المفرد فقط. فبقول these are cars. these are cars. هؤلاء يكونوا سيارات او هذه مثلا تكون ايه؟ سيارات. برافو عليك. خد بالك ان انا هنا بتعامل مع الجمع، يبقى ما ينفعش اخد از نهائيا من ابناء العم بي. ابناء العم بي الوحيد اللي هينفع معايا عندي هنا ار فقط. وما حطش اداه نكره للاسم الجمع لان هو اسم جمع. النكره زي ما قلت لك المره اللي فاتت معناها one تفيد الافراد المفرد فقط لا غير. كانت تنفع مع ذات وذس من شويه، لكن هنا لا. تمام. هنا الجمع لا. تمام. طيب ممكن برضو اخد مثال تاني اقول مثلا these are books. تمام. هم يكونوا كتب ولا يكونوا كتب. برافو. انا ما حطيتش ده نكر هنا ان دي جمع. تاني حاجه عندي ان اسم الفعل الفيرب تو بي عندي خدنا ار لانه جمع.
طيب تعال نشوف الأداة الرابعة مع بعض أو آخر واحدة عندي في أسماء الإشارة اسمها زوس. زوس زوس، ودي بمعنى هؤلاء برضو، وبرضو استخدم للجمع بس البعيد. البعيد تاني، البعيد. مثلا لو أنا بعيد وهناك في أشجار موجودة فبقول مثلا إيه؟ زوس. These are trees. تمام، هؤلاء يكونوا ايه؟ اشجار. These are trees. Those are trees. Those are trees. تمام، هؤلاء يكونوا ايه؟ اشجار. مثلا او مثلا كنت قاعد في اولاد بيلعبوا هناك فبقول مثلا those are boys. هؤلاء يكونوا ايه؟ اولاد. تمام، هؤلاء يكونوا اولاد. يبقى انا عندي هنا للجمع شباب بستخدم these وذوس. these وذوس. these وذوس. these عندي للجمع القريب وذوس عندي للجمع البعيد. طب لو حبينا نكون سؤال نفس الفكرة خدناها من شوية مع ذات وذس، مثلا هنقول مثلا نستخدم اهو مثلا نقول هنا ايه؟ تكوين سؤال. تمام، تعالى نستخدم what مثلا. what are، خلي بالك what are those مثلا. ما يكون هؤلاء حاجة بعيدة كده دول ايه مثلا. تمام، او what are these. ما يكون هؤلاء برضو بس الأشياء ايه القريبة جدا من. طب لو حبيت اجاوب مثلا، لو حبيت اجاوب هقول ايه مثلا؟ هقول ايه؟ those او these على حسب بقى اذا كانوا قريب ولا بعيد. are واجيب اسم الشيء اللي انا اتكلمت عليه. These are boys، هؤلاء يكونوا اولاد. تمام. These are tree، هؤلاء يكونوا اشجار. على حسب بقى لو انا كنت بتكلم على بعيد او على كل ايه او على قريب. طيب لو انا عايز سؤال بهال نفس الفكره قلناها من شويه، ان انا هعمل عمليه المقص، ان انا هقدم الفعل المساعد على اسم الاشاره. اجيب ار في الاول مثلا وذيس بعديها، او ار في الاول وذيس بعديها. اقول مثلا are this car واحط علامة استفهام. هؤلاء يكونوا. تمام، او هل يكونوا سيارات؟ هقول yes this are. تمام، نعم هم يكونوا. او no this aren't. تمام. طيب ده هنا بالنسبة عندي لما احب اجاوب على ادوات الاستفهام. طب بما ان احنا طبعا في المستوى الاول ولسه احنا في البدايات، في حاجات كده يعني شوية كده نستخدمها في المحادثة. يعني مثلا زي بعض الاسئلة البسيطة اللي احنا بنستخدمها دايما في اول لقاء بيننا مع اي حد لسه هنعرفه. مثلا لما احب اتعرف عليه فبحب اساله مثلا اقول له ما اسمك، فبقول له ايه مثلا؟ بقول له what's your name. what's your name. what is your name. what is your name واحط علامة الاستفهام. تمام. what is your name او what's your name. طبعا انا اختصرت، انا عندي ابن العم بيه اللي هو is. تمام، فبقول له what's your name ما يكون اسمك. فبيرد يقول لي مثلا my name كذا. تمام، او ممكن اقول I am علي مثلا، واخد بالك؟ my name is. تمام، ما تنساش هنا ان في verb to be، مفيش جمله ما فيهاش فعل. تمام، my name is علي. تمام، او I am علي. I am علي. طب ده الكلام ده لو انا حبيت اسال عن الاسم. طب لو حبيت اسال عن الصحه مثلا، السؤال اهو عن الصحه. اسف. طيب هنا بيقول له مثلا سؤال بسيط برضو بنستخدم اداه استفهام، حاجه اسمها عندي اسمها how are you. how are you. تمام، how are you. how are you. how are you. how are you يعني معناها كيف حالك. تمام، او كيف صحتك. تمام، ارد مثلا ممكن اقول له I'm fine، انا بخير. تمام، I'm fine I'm good مثلا. تمام، I'm very very good، انا كويس جدا جدا. تمام، ده لو انا حبيت ارد عليه. ممكن اقول له طب لو عندي شخصين مثلا، لو عندي شخصين اكتر من واحد، مثلا في علي ومنى ومحمود وعايز اسالهم اقول لهم ايه اخباركم كده، هقول لهم كده مثلا how are مثلا how are you. how are you علي and منى.
يا مستر انت استخدمت يو ودي مفرد. لا احنا قلت لك قبل كده ان يو معناها انت او انتي او انتم او انتن. يعني كيف حالكم علي ومنى؟ انتوا الاثنين حالكم عاملين ايه؟ طيب ايه اخباركم؟ تمام. فهم لما يحبوا يردوا بيقولوا وي. طبعا هيقولوا نحن. تمام. وي نحن نكون. we are fine نحن نكون بخير. دي اف دي. تمام. we are fine نحن نكون بخير. وما ننساش برضو من الذوقيات ان احنا نشكر الشخص اللي بنكلمه، بنقول له thank you. ده حرف ايه؟ تمام. نقولها تاني. what's your name؟ my name's علي او I am علي. تمام. طب لو هسأل عن الصحة how are you؟ يرد عليه يقول لي I'm fine. انا لو بكلم شخص واحد I'm fine. تمام. ممكن اقول له and you يعني وانت طيب ايه اخبارك؟ تمام. ماشي. طيب لو اكتر من شخص هقول لهم how are you علي and منى. how are you علي and منى. how are you احمد and سهى. how are you احمد and امير. تمام. فبرد عندي بيقولوا هم we are fine. we are fine او so fine يعني احنا بخير جدا. وفي الاخر نشكر كده من باب الذوقيات ان هو نقول ايه thank you. thank you ليكم طبعا لمشاهدتكم. thank you for watching. تمام. شكرا جدا جدا ليكم. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الحصه. حصه كانت خفيفه ولذيذه النهارده. تمام. على لقاء اخر ان شاء الله مع الحلقه السادسه القادمه ان شاء الله في كورس التاسيس المستوى الاول من اللغه الانجليزيه. اترككم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.